السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عادل مقبل من الرعي الأول للكاراتيه في مصر. بدأت مصر لعبة الكاراتيه يا جماعة سنة 74. وكان لسه وقتها الكاراتيه في أوله ولسه ما اتشهرش، لسه ما تعرفش. يمكن كان نزلت في مصر أفلام كاراتيه زي بروسلي شدينا قوي فيه ونتفرج عليه وقلنا اللعبة دي جميلة عاوزين نلعبها. بدأنا بقى نجي في اتحاد الشرطة، بدأت أمارس في اتحاد الشرطة، وكان في أساتذتنا والله يمسيه بالخير كابتن حسن جاد والله يرحمه، الكابتن بدر أبو الليل والله يرحمه، كابتن محمد جمال، اتمرنا معاهم. بعد كده كنا علينا عن دورة تدريب دخلتها عند مستر تكامية، وكان بيجي لنا مستر اوكاموتو من لبنان يمرنا على منتخب مصر ما شاء الله يعني. وكان معنا جيل جميل قوي من المدربين واللاعبين وقتها يعني. دخلت ومثلت مصر كتير الحمد لله، بطولات دولية وافريقية وعربية. وبدأت أدرب في اتحاد الشرطة، كنت بقى تدريب في اتحاد الشرطة، كنت بدرب قوات أمن القاهرة وقوات الأمن المركزي، وبدأت أدي دورات لضباط حرس الوزراء والشخصيات العامة. وأتذكر قوي وأنا في حفل تخرج دفعة من دفعات الضباط دي، كان جه يتفرج علينا الله يرحمه عمو زين، وعمو زين ده كان بودي جارد بتاع الرئيس السابق محمد أنور السادات. وأنا بعمل عرض وشايف إني بعمل عرض كاراتيه مع الضباط، فطلبني أكون بودي جارد مع سيدة شهاب السادات. أنا وقتها فرحت، بس الله يمسيه بالخير كابتن نادي الشريف قال لي خد بالك لو بقيت تروح مع شهاب السادات مش هتشوف أهلك تاني. وقتها كنت خاطب جديد وعايز أتجوز، فرفضت بصراحة ورفضت الصفقة دي يعني. بعديها بفترة بقى طلبوا مني نائب رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك. رحبت طبعا جدا معايا، كانت حلوة وكل حاجة. بدأت بقى في اختبارات كتيرة وعديت كل الاختبارات، إلا إني بقى برضه الوسواس كان بالي، أنا عايز أتجوز وعايز أشوف عيلي وعاوز، فما كملتش المشوار معاهم. كنت وليت بقى اتحاد الشرطة والترسانة والجزيرة وعملت أبطال فيهم الحمد لله. وأنا مدرب، خدت من دورة الحكام، ودرجت في شركة التحكيم، أصبحت حكم دولي والحمد لله يعني. استمريت فيها كويس أوي وعملت بيعة حلوة أوي وسمعة كبيرة أوي في التحكيم. كنت من أشهر الحكام في مصر، وحكيت بطولات كبار كتير، وحكمت العالم في مصر الحمد لله يعني. حتى اختارني مستر ناشئ يعني أنا أحكم معاه. المهم بعد كده جت السفرية 89 للسعودية، وأنا هناك عملت شغل عالي أوي، إنجازات حلوة أوي هناك مع السعوديين. وكنت طبعا عضو لجنة المختبرين وعضو لجنة المدربين ومسكت المنتخب الغربية وعملت شغل عالي أوي هناك يعني. كان طبعا ما رجعت بقى مصر بعد ما حققت انجازات عندي لاعبين في الاتحاد الدولي خدوا مملكه منطقه الاول، ثم مملكه، ثم خليج، ثم اسيا يعني. اوائل كل حاجه ما شاء الله، دوري عالمي الحمد لله يعني. انجاز عالي قوي بره يعني. لما رجعت مصر ورجعت تاني بعد كده انا سافرت اليابان وكيناوا، حضرت الدكتوراه هناك ما شاء الله، ربنا دكتوراه هناك على انجازاتي وعلى شغل الدكتوراه الفخريه دايما اوكيناوا هناك. قعدت فتره جميله جدا وتخصصت بقى في الكاتا واتفرعت فيها قوي في حاجات كتير قوي في الكاتا الحمد لله. جيت بقى رجعت منها على مصر وكملت بقى المشوار الطويل ده يا جماعه في مصر. لغايه ما قابلني الكابتن دهراوي وقال لي انا عايزك معايا كاتحاد، وفعلا رحت ومسكت لجنه المختبرين، اختيار المختبرين، وفعلا بتبدا دورات المختبرين، دورات المدربين، ولسه حتى راجع من الشرقية قريب جدا يعني. وبنكمل وما زال حتى الان احنا مستمرين بحكم سننا بقى وخبرتنا الطويله العريضه دي كلها. ندي دورات هنا وهناك وفي كل محافظات مصر الحمد لله، وربنا يدينا الصحه طول العمر
ونقدر نخدم اكتر واكتر 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 كمان، وندي كافه خبرتنا لكل الاجيال اللي طالعه، الاجيال الجميله اللي في الكارتيه دلوقتي يا شباب. ربنا يكملها على خير يا رب ان شاء الله يا حبايبي. ويعني احنا وصلنا حلوه في، يعني احنا محتاجين جدا شغل جامد قوي في الكاتا كمان. يعني احنا كويسين قوي في الكوميديا الحمد لله، انما ان شاء الله الكاتا هنشتغل فيها عالي ان شاء الله، ونوصل اللي احنا عاوزينه مع منتخبنا ومع بلدنا ومع الابطال ومع الخبراء الموجودين. مصر مليانه خبراء وناس عاليين جدا جدا من الرعيل الاول يا جماعه، لازم نستفيد منهم، لازم نستغل وجودهم وحياتهم في انهم يعمروا اللعبه اكتر واكتر واكتر واكتر. ودمتم يا شباب يا رب ان شاء الله، واشوفكم دايما في اطيب حال يا رب، وخير دايما على طول يا رب، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على حسك سلسل. هطلع فوق وانزل؟ لا ده ازاي يعني؟ ماشي بنفس مستواي، بنفس حته واحده، الليفل بتاعي حته واحده، ده ليفل الكاتا نفسه، الا لو كاتا فيها فلوس صعب خلاص هي فوق وساعتها زي السندال خلاص تبقى الليفل. ليفل ادائك انت، وسع دورك وسرعتك وادائك ونفسك على الكاتا كلها، خليك ادائك ما تبداش قوي في الاخر تكمل حتى الشوط فوق خلاص كملت، وسع قوتك على الكاتا باور كل الكاتا. فانا يا شباب يبقى ادائك ويمكن تفضل كله هناك كمباين صدقت انت خلاص، انا صدقني الناس صدقت تطلع قوي صدق قوي صدق ملحوظه يديك اللي هو تعدي على اللي قدام، محدش يا شباب يمشي كده غلط، لازم اللي جوه اللي ورا بص زي جوه بره، انت بتمشي ما تشيلهاش، ما تطلعش سلم ما تطلعش سلم